جاءنا كتاب من رئاسة الجمهورية يقول في النية توزيع الأراضي على الضباط وضباط الصف من أبناء جيشنا العراقي الباسل، علما أن عائدية هذه الأرض لوزارة الأوقاف لبيان الرأي. مباشرة مدحت المحمود قال احنا ما نوقف حجر عثرة، قرار هدية السيد الرئيس لأبناء شعبه طيب. وللجيش العراقي إذا طلعت وقف مضبوط فلا يحق لولي الأمر أن يتصرف بها فتكون هبتها على قاعدة وهب الأمير ما لا يملك. قال دكتور رافع هذا صدام حسين. قلت له صدام حسين إذا يريد يصدر أمر لا يحق عليك ولا على رافع ولا على دكتور عبد المنعم، ولكن الرجال الرئيس ده يطلب من عندنا بيان الرأي، فإحنا نبين الحكم الشرعي. فقلت لا يحق لولي الأمر أن يتصرف بشبر منها. فأنا كتبت الرد، وصل الرد من الرئيس صدام حسين. ما الذي كتب عليه صدام حسين رحمة الله عليه؟ قال جزا الله عنا فقهاءنا الكرام خير الجزاء الذين لولاهم لوقعنا في حرام لم نكن نعلمه.